توفيق بيدخله؟ خال امال يا خم ها. رنك ليه بقى؟ كان في عيد ميلاد. فالراجل وقتها ما انكرش وقال والله خلاص مش هيحرجك، هو 65 زي ما انت ما قلت. قفل قام لا هو 63 الحقيقي 63. وبسال جدي وبساله بيقول له لا ده قريبنا. دي الشوق اللي خدع. طبعا كان الكلام بناخده من الشارع زي قدري. يعني شوف عبد الحليم كان وسيم. انت عندك الوسامه دي اهو من الاخر. عندك انت حاسسها طبعا. في اي مجال لازم يبقى فيه كبير، وشعبان عبد الرحيم كان كبير الغنى الشعبي في مصر، وكان تحته 3-4 من نفس جيله زي باتشان وعبد الباسط حمودة. وهو في وقت شعبان عبد الرحيم كانت كاريزمته او الكاركتر اللي هو كان عامله لنفسه كان مغطي على كل النجوم الشعبيين، حتى لو في ناس افضل منه في الصوت وفي الاغاني، بس ما كانتش الناس هتفضل انها تسمع لهم لو طلعوا في التلفزيون او اتكلموا او قالوا اي حاجة. هو شعبان هو اللي كان واكل الجو ساعتها. ومن الناس اللي احنا قلنا اللي كانت تحت شعبان عبد الرحيم هو عبد الباسط حمودة، وده اللي احنا جايين له مخصوص النهارده. حتى ايام ما كان شعبان عبد الرحيم عايش كلموه في لقاء كان جاي فيه عبد الباسط حمودة ان هو يتكلم عليه وان هما كانوا صحاب وعشرة عمر وبقالهم سنين يعرفوا بعض وبتاع. وبصراحة الراجل جه اتوصى بيه ومقصرش معاه في اي حاجة وشلف له في المداخلة اللي هو كان جاي فيها. يعني بيحب يكنس في البيت ويعني يعمل ايه ويطبخ عليه شويه ملوخيه بقى. هتساله صح عقبه ولا لا؟ بيعمل شويه ملوخيه ما حصلوش. اللي عاجبني فيه لحد دلوقتي كان هو اللي شغال في البيت، ما حدش يقدر يعمل اي حاجه. الحاجه وليه طيبه ام رامي يعني كانت بتقعد وتشغله وخد يا عبد الباسط شيل الحله دي هات الغطا ده اكنس الحته دي وهو بيسمع الكلام ما يقدرش يكسر الكلام. في الاخر قال ان هو حبيبي واخويا وما اقدرش استغنى عنه وكل الكلام الجميل ده كله. وهنا قرر عبد الباسط حمودة ان هو يتحفنا وياخد مكان شعبان عبد الرحيم، ان هو يبقى كبير الغنى الشعبي او المغنيين الشعبيين وبتوع المهرجانات. وبدأت رحلة الهبد الفني الجديدة، وهو الهبد بتاعه بيزيد لما بيقعد مع الجنس الناعم. يعني كان جاي في لقاء مع ايناس الدغيدي في برنامج شيخ الحارة، فبتسأله عندك كام سنة وبتاع، سؤال عادي ما يعني مش هيشغل بال اي حد. فهو لقيته اتحرج واتكسف شوية زي الفنانات الستات، فهي قامت مرخمة عليه قالت له ايه انت مكسوف ولا ايه؟ فهو قام راملها 55 سنة طلعت من بقه. عندك كام سنة؟ لا تعترض؟ طب ليه؟ كده. ده انت راجل. لا لا الراجل كل ما بيكبر كل ما بيبقى قيمة، ما انتش ست يعني. ما تخافش سنك يا ابو 55. 55 طيب حلو، ده انت لسه صغير خالص يعني، لسه قدامك كتير فعلا. قعدوا لف الموضوع والحوارات جابت بعضيها وقعد يتكلم وبتاع ربع ساعة يا مؤمن. طلع الشيخ الحارة قام قال لا والله سنه الحقيقي 65. هو بيكذب معاكي من أول الحلقة، قال لك عنده 55 سنة وهو عنده 65 سنة. 63 سنة. 65 كده تطلع كذاب يا عم 65. كده تطلع كذاب من اول. فهو الراجل من أول قلم بصراحة ما اعترضش. وأنا مش عارف بيفتي في حوار السن ليه، ده أصلا سن كل الفنانين موجود على جوجل. وهو أصلا بالمناسبة حاليا دلوقتي سنه 69، يعني هو داخل على 70. فهو الراجل وقتها ما انكرش وقال له والله خلاص مش هيحرجك، هو 65 زي ما انت ما قلت. قفل قام لا هو 63 الحقيقي 63. وبرضه في نفس اللقاء كانت بتكلمه بتقول له ان انت تشتغل مع مين من الرقصات او توافق مين تنتج لك وبتاع، وجابت له اسامي كتير قال لها جوهرة. توافق انها تنتج لك اغنيه هي ترقص فيها. جوهره على كوشنر صفينار. لا جوهرة. جوهره تغني بص عينه جوهره لما ظهرت في الاول عملت لا جوهرة جميلة كبيره وشيك جدا كده شيء جوهرة مش سهل انت برضه هتباصي بس حبيبتي. وانا بصراحة مش عارف ليه جوهرة بالذات. اي فنان شعبي او مطرب مهرجانات هيجيب له مثلا اختيارات ما بين رقصات هيختارها. انا مش عارف بقى دي عامله لهم سحر ولا ماسكه عليهم ايه ولا بتاع، بس هما كلهم بيشكروا فيها الصراحه. ومؤخرا طلع عبد الباسط حموده في برنامج بتاع منى الشاذلي، والبرنامج ده بصراحه هو اللي استفزني ان انا اعمل الحلقه دي. وقال ان هو في الافراح شديد قوي وان هو بيتضايق لو حد نشز او غنى وحش، واي رقاصه بتروح فرح بتتمرقع بيديها بالخرزانه، وان هو عجبك في فيديو مشهور ليك وانت بتزعق للرقصات وتقول لهم امشوا انزلوا من هنا؟ بشتمهم واحنا في حمام. ايه ده انا جاي اغني ولا جاي الناس تبص لها؟ قلت لهم عليا الطلاق من بيت بصوا مفيش الا الخرزانه عديكوا بعد. يعني
جامد جدا يعني. حتى هي استاذه منى الشاذلي مسكت له الدرامز، الراجل ضيفها يعني ومش هترضى تكسفه، وقالت له عشان كده سموك الحكمدار. فهو زاط معاه وقال لها ايوه اصل انا ما بحبش الحي المايل وبتاع. وهو اصلا كان نازل له فيديو من فرح من كام سنه، مش عارف الفرح ده معمول في الدارك ويب ولا ايه، وهو بيبوس رقاصه. فصباح الضحك يعني. وعبد الباسط عموما او دايما بيتعامل مع نفسه ان هو رجل شديد الوسامه من زمان. يعني كان في برنامج تلفزيوني طلع فيه من 30 سنه ولا من 40 سنه بيكلموا على عبد الحليم حافظ والاغاني فالمذيعه مش عارف غلطت ولا سرحت معاه في الكلام، قالت له ان هو شايف نفسه وسيم. يعني شوف عبد الحليم كان وسيم. انت عندك الوسامه دي اهو من الاخر. عندك، انت حاسسها طبعا. وبصراحه ده حقه. ان انا بشوف ان الحاجه دي ما نقدرش نتكلم فيها لسببين. اول سبب ان هو كل واحد حر يقول ان هو شكله، يعني انا ممكن اقول شكلي شبه احمد عز عادي، وما يعني كل واحد حر بقى يصنف نفسه التصنيف اللي هو عايزه. ثانيا ان عبد الحليم حافظ نفسه زمان كانت الناس فاكرينه وسيم، لكن مقاييس عبد الحليم حافظ اللي دلوقتي ما ياكلش مع الناس بحاجه. يعني لو اديت صوره عبد الحليم حافظ لاي حد دلوقتي بالنسبه له ده شخص اقل من العادي، يعني هو ما شمش ريحه الوسامه من الشارع اللي ورا. ومره كان عبد الباسط حموده برضه مع ياسمين عز طالع في البرنامج بتاعها، فقال ان هو كان قاعد مع بليغ حمدي وان هو خد لحن الاغنيه من حد بتاع كركديه، كان ماشي في الشارع بيبيع كركديه وعمل لها لحن، فهو خد اللحن بتاع بليغ حمدي عملوا اغنيه، وقال لها ان هو الالحان بتيجي كده والناس الشعبيين، ودخل في حوارات كتير. فهو بيتكلم قامت المذيعه قالت له طب الاغنيه دي اصلا اللي عاملها او اللي ملحنها كمال الطويل مش بليغ حمدي. فهو عتل لثانيه ولا ما فرقتش، هي الاغنيه واحده، هي التيمه واحده. وواحد اسمه عم غنيم كان بيبيع كركريه، يعني كان يقول لك اشرب الكركريه تلا لا 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 اشرب الكركريه. قاعد بليغ راح قال له تت 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 على قد الشوق اللي خدها. طبعا كان الكلام بناخده من الشارع زي قدري، زي يا عم ناس بتحب على قد ناس. الشوق كمال الطويل مش بليغ. ايوه. يعني هو افتكر الاغنيه والتيمه ونسي الشخص اللي كان قاعد معاه بيلحن. فهي دي من بدايات عبد الباسط حموده في الهبد بصراحه. وحوار تفويت الاشخاص ده حتى في قرايبه، يعني هو طلع من كام سنه على السوشيال ميديا قعد يزعق لنا وقال ان اخته الكبيره ماتت وقال ما عدا العزا بتاعها او المكان بتاع العزا، وقعد يزعق للناس وبتاع. ففي بعض المجتهدين او من الصحفيين عرفوا ان اخته ما ماتتش، فراحوا له قعد يزعق ويحلف ايمانات ربنا ويحلف على المصحف ان اللي ماتت دي اخته الكبيره، وهو مش فاهم الناس مش مصدقه ليه. ثلاثة اقسم بالله اختي الكبيره، اختي انا الكبيره. الله، وانا هعمل نشره اقول لكم اختي انا، اقسم بالله يمين بالله العلي العظيم اختي انا الكبيره. في ايه تاني يا اخوانا؟ اللي عمال يكتب لا ده مش عارف فيه ايه. اقول لك اقسم لكم بالله ان دي اختي الكبيره. والله العظيم والله العظيم والله العظيم اختي الكبيره. في ايه تاني يا اخوانا اعملوا اكتر من كده؟ اقول لكم ايه؟ اقول لجمهوريه مصر العربيه ايه؟ عشان يقتنعوا ان دي اختي. هو احنا هنرمي بلانا كمان؟ يعني هي مش اختي واقول اختي هتيجي ازاي؟ اختي 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 ومحدش. لحد ما اخته الكبيره الله يرحمها طلعت بنفسها تعمل لقاءات تلفزيونيه وتشلف له فيها، وقالت ان هو ما بيسالش عليها وان هي لسه عايشه. اخس عليك يا ببلاوي، في ايه؟ شفت تمساح ايه ده؟ فهو هنا بقى ادرك والله اعلم ان اخته الكبيره لسه عايشه، وان اللي ماتت دي زي اخته مش اخته، بس هي عشره عمره والكلام ده كله، فهو بيقول عليها اخته من باب العشره وولاد البلد وكده، وهو يسكت لا طبعا. فطلع في برنامج عبثي جدا وجاب عياله معاه ان هم ياكدوا ان اللي ماتت دي مربياهم وان هي زي اخته وكل الكلام ده. الاستاذ حميد ده انا ما باخدش عليه. اختي اللي ماتت دي طبعا انا اختي موجوده وربنا يخليها ويخليها لنا يا رب. وهي اللي مجوزاني، اخت عزيزه علينا قوي، مش عايز اقول لك الباقي لانه جوزها الله يرحمه قال له النبي لو جرى لها حاجه خلي بالك من اختك. اختي 38 سنه. والمضحك في الموضوع ان العيال طالعين متضايقين من عمتهم جدا، ان هي متضايقه ان هم موتوها بالحياه، وان هم قالوا ان هي ماتت وان هي طلعتهم كدابه.
فمستغربين جدا ان هي عمتهم وانت لو شفت وش الاستغراب اللي عليه وعلى عياله، ان هم مستغربين ان اخته طلعت تقول ان هي عايشه وتحرجهم ليه، ما تفهمهمش. لو ما شافتش العيال يوم يجي لها ذهول، تقول لك هات يعني العيال. انتوا يوم ما هي ماتت اكن امكم ماتت. امي بالظبط. ما هو عمتي عارفه كده. عمتي شادي ربنا يديها طول العمر، هي عارفه كده عمتي اصلا. عارفه لو انت بصيت للفيديو بتاعها هتلاقي بتقول ايه عمتي؟ بتقول دي اختنا كلنا ام ماجد. هي بتقول كده. طب ما انت يا عمتي عارفه. بلاش هي امي. فهمت. يعني ايه؟ وانها انكرت يعني ان هي متوفيه. الموضوع غريب جدا. هل بقى مشكله الحكمدار في النسب او في القرايب تقف لحد هنا؟ لا، ابسولوتلي. في نفس اللقاء بتاع الشيخ الحاره اللي احنا لسه متكلمين عليه، طلع جاب سيره توفيق الدين، او ان هي سالته على توفيق الدين، قال ان هو خاله، وان قبل كده ضربه او شد معاه، وركزوا في الحتت دي ان هو كان عايز يروح فرح بنت فريد شوقي، وان عبد الباسط حموده مرضاش يروح عشان الفلوس، وقال ان هو كان بيحب توفيق الدقن جدا وكان بيروح له يشوف فنانين وبتاع، لكن هو ما كانش حابب التمثيل وقتها يعني. توفيق بيدخله؟ خالد امال يا اخو امي. رنك ليه بقى؟ كان في عيد ميلاد. المعلومه دي حد عارفها؟ لا ما حدش يعرفها. انا بقى عارفها، عرفت طب بقى. يعني توفيق الدين خالي. ففي عيد ميلاد بنت فريد شوقي الله يرحمه، رانيا. فهم عاملينه، فكان موجود عادل امام ومحمود كل الجدي الممثلين وكل مصر الممثلين الملك رايحين للملك يعني. فقال لي انت هتيجي تعمل واجب عشان خاطر مين؟ انا جايبك عشان خاطر فريد شوقي. قلت له طب مين اللي هيقبضني؟ فانا عيل بقى. بس انت خالك توفيق الدقن يعني شايف كل الناس دي المفروض. انا والله ما كنت رحت له ولا زرته لا ولا بروح له. لا كلمه نروح بس ما كنتش بتشوف بقى اللوكيشن؟ انا كنت في الفن بقى وهو كان. وقال ان هم كانوا على اتصال، وركزوا في الحته دي ان هو قال ان هم كانوا على اتصال ببعض وان الدنيا زي الفل. هل بقى الدنيا تهدى بعد الحوار ده؟ لا برضه. ابسولوتلي. بعديها يا مؤمن ب3 4 ايام مش اكتر، طلع ابن الفنان توفيق الدقن قال ان هو ولا يعرف عبد الباسط حموده ولا ابوه يعرفه، وان هو بيتبلى عليهم، وان هم ما يعرفوش عبد الباسط حموده اصلا. وقال كمان ابنه ان هو هيرفع قضيه على عبد الباسط حموده. طلع بعديها بقى باسبوعين 3 في لقاء تلفزيوني برضو الحكمدار، في لقاء عبثي جدا، اعبث من كل اللقاءات بقى، انسى كل اللقاءات دي، ده اعبث حاجه في الكون. وقعد يليس للموضوع وقال ان هو مش خاله لازم، يعني زي ان هي اللي اخته ما كانتش اخته لازم، وقال ان هو اخو جده، وان هو ما يعرفوش اصلا امه السبب، يعني اللي عايزين تحاسبوا روح حاسبوا امه اللي حكيت له ان ده خاله او هيتقال عليه خاله، ان هم قرايب وبتاع، لكن هو كان عيل صغير ما يفهمش اي حاجه، وان امه اللي عملت المشكله دي يعني. فانا كنت صغير وخالح وجدي احمد امين اخوه اتوفى، لكن انا ما اعرفش حاجه، انا كنت صغير. فلما بسال امي وبسال جدي وبسالهم يقولوا لا ده قريبنا، ده مننا. فانا خدت الموضوع منهم. يعني اما تكون امي بقى من عيله الدقاينه وشارع واحد وتراب واحده، يبقى ده مفهوم. فانا راجل، لا انا عيل صغير ما انا ما اعرفش. ايوه انا قصدي وان هو برضه فعلا لو هو اخو جده هيبقى في مقام جده، يعني هيقول جدي مش هيقول خالي، يعني هو وسعت منه بطريقه غريبه. وفجاه برضه اكتشف ان هو بيروح له البيت والخروجات والفرح ولا العيد ميلاد اللي كان توفيق الدقن اللي كان عايز يروح له لبنت، كل ده شويه غازات في الهواء الطلق. وفي نص اللقاء استاذ عمرو إدريسي قال يساله انت ايه رايك في القضيه او في ان ابن توفيق الدقن بيقولوا ان هو هيرفع عليك قضيه. ترد النهارده بايه او تقول ايه للاستاذ ماضي الدقن اللي هو رفع، قال لك ان عبد الباسط يعني الكلام غير صحيح ورفع قضيه؟ والله بص اقول لك، تقول له ايه؟ في قضيه فعلا مرفوعه؟ لا الاستاذ ماضي طيب. وده اخ، وبرضه هو لازم يزعل عشان ابوه، ولازم برضه يغير على ابوه، وانا ما اعرفش حاجه، انا عيل صغير. لكن يعني هو اصلا ما كانش عارف ابوه، دلوقتي بقى عارف الابن ان هو جدع ومحترم. وعبد الباسط حموده كل لما بيتزنق في حاجه في التلفزيون يطلع يقول لك اصل ولاد البلد الجدعان الطيبين، احنا عندنا في البلد اي حد بنقدره بنقول له يا عمي، بنقول له يا خالي. الناس هنا غريبه، والسوشيال ميديا دول ولاد كلب ما تفهمش، بص هم اللي بيعملوا مشاكل. لكن الحكمدار نفسه لا، راجل طيب وما بتطلعش من بقه العيبه يعني،
وعمره ما اتبلى على حد في صلة قرابة او وان هو كده بيكبره. يعني انت ممكن تروح تنصب على اي حد وتقول له ايه، انا خالي علي معلول مثلا، تعالى تتكلم معاه بقى. يعني انا اسمي عبد الرحمن بركات، اتعامل ان عمي محمد بركات بتاع الاهلي. اول بقى كان بيوديني الاستاد وانا صغير، وكنت بروح احضر في التتش وكل الهبد ده كله. وحوارات الحكمدار ما خلصتش عن كده، ان هو تقريبا ناكش كل الفنانين سواء بقى المطربين او المغنيين الشعبيين او المش شعبيين. يعني هتلاقيه متخانق قبل كده مع حكيم، مع حمائي، مع عمرو مصطفى. بص عامل باكج غريب، انا مش عارف وصل للناس دي اصلا واتخانقوا فين واتخانقوا ازاي. فهتلاقي حواراته دايما كتيره، بس احنا ايه لمنا ابرز الحاجات اللي حصلت منه. وحابب اقول في الاخر ان لازم يبقى فيه ضوابط على الفنانين الشعبيين بتوع بقى المهرجانات، على المطربين العاديين ولعبة الكرة المعتزلة. احنا دول لسه جاي لهم في حلقات بعد كده، بس ان دول اكتر فئتين بيطلعوا يهرتلوا في التلفزيون. وبس كده، لو المحتوى عجبك اشترك في القناة وانزل قول لنا نفسك تبقى قريب مين من المشاهير.